السلام عليكم، كي راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة وبألف عافية إن شاء الله يا ربي. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. وشكرا لزابوني جدد. كما كنتم تشوفوا اليوم جبت لكم هذا الطبق هذا. يعني تقدري تخلي ديريه في رمضان، تقدري ديريه ضيافك، تقدري يعني سهل وما يتكلفش بزاف. يعني هنا بنص صدر تاع الدجاج ولا ربع اللي يكون عندك. انا هنا كنت ربيت حبه تاع بصل متوسطه وضفت عليها نص صدر، يعني هذاك الصدر صغير ماشي كبير بزاف، وضفت خليتهم تقلاو مليح، ومن بعد حطيت عليهم شويه تاع الحميصه منفخه، ودرت لهم التوابل. درت فلفله حمراء، سكنجبير، فص الحانوت، وفلفل الكحل. كيما هكا نقليوهم بيا، خلوهم يتقلاو لنا غايه كيما هكا. وزدت عليهم مغرف تاع طماطم تاع بطاطا، تاع مغرف ما تكونش معمره بزاف، يعني كيما نقولوا نص مغرف مليح هكا باش المرقه ما تجيناش حمراء بزاف. وهنايا نمرقوها شويه ونخلوها تزيد تتقلى معنا، ومن بعد نمرقو كامل ونغطيو عليها ونخليوها طيب على خاطرها. هنا نروحوا لهذيك البطاطا اللي راح نخدموها. هنا كنت قطعتها دوائر كيما هكا، بعد ما غسلتها طبعا كامل. قطعوها دوائر، يعني ماشي خشن بزاف وماشي رقاق بزاف. ونجيبوا المول هذايا نتاع لي مادلين، كنت دهنتو كيما هكا بالدهان ولا الزبده، ونشكلو كشغل نديرو كشغل وردات بهذوك الرقائق تاع البطاطا كيما هكا. نحطوها هكا نستفو وحده فوق وحده هكا باش الحبه تجي مغلوقه، وكي نهزوها ما تتفتحش معانا كيما هكا. راح نكمل انا كامل هذاك يعني ما درتش بزاف، درت حوالي 7 حبات، يعني ما كترتش البطاطا بزاف، يعني هي 7 حبات تكفي، مش راح كيما هكا بهذا الشكل. يعني هذا الطبق يوالم بزاف رمضان. كيما تعرفوا بلي في رمضان نبغوا نديروا حاجه جديده، نبغوا نبدلوا، ما نبغوش توجور دايرين لي فريت ولا، يعني كل وحده كيفاش تحب طيب كيما هكا. نكملوهم على شكل وردات. هذا الطبق يسموه وريدات البطاطا كيما كنتم تشوفوا، يعني خرجوا على شكل وردات. بعد ما طابلنا هذاك الدجاج وكامل، نجيبوا هذاك الصدر، نص صدر هذاك. انا هنا للامانه ما درتش كامل هذاك الصدر، كنت خليت منه طرف، يعني ربع صدر يكفيكم كيما قلت لكم. نفتوه كامل، نفتوه مليح مليح هكا باكين نحطوه في البطاطا ما يخش معنا، ما يجيناش مشوي كيما هكا. كنت جبت تاني حبه تاع البيض، ضفت عليها تاني شويه تاع لاكريم فريش ولا البيض. الا كان عندك تاني الفرماج ولا تاني ديريه، نخلطوهم مليح مليح كيما هكا. ومن بعد نبداو نعمرو في هذيك الوريدات تاع البطاطا، يعني ما نعمروهمش بزاف. راح نوصلوا الحشو هذاك للمنتصف هكا باش البطاطا تبقى باينه معانا. عمروهم كامل. هاد تقدري تاني ديري الفرماج، كي تحطي الحشو هذاك تزيدي عليهم فرماج مثلثات ولا اللي يكون عندك، ومن بعد تزيدي تاني تحطي عليهم الفرماج غابي كيما هكا من الفوق. وتكوني ديجا شعلتي الفرن تاعك يسخن، يعني نشعلوا له من الفوق برك، زعما كلشي راه طايب، جوست باش نذوبو هذاك الفرماج والحشو هذاك يتلايم معانا كيما هكا بعد ما طابوا معانا. وهنا هاي البولون تاع الحمص اللي درناه، تشوفوا كيفاش جات المرقه ثقيله كامل كيما هكا. نحطوها باش نزينوا الصحن تاعنا. وكما شفتوا هذوك الوريدات هذوك تاع البطاطا، يعني راح يتنحاو معنا بكل سهوله، يعني ما تخافيش تقولي ما يطيروش ولا تفسد الحبه تاع هذه تاع البطاطا ولا والو. شوفوا كيفاش هزيتها، يعني نورمال، طريقه سهله
ماشي. هنا يبقى التزيين اختياري، يعني التزيين كيما بغيتي نتيا راح تزينيهم. تقدري تاني ديري لهم قطع تاع الفرماج من فوق، تقدري ديري وريقه تاع المعدنوس تاني. يعني هنا التزيين راح يكون اختياري، انا عطيتكم الفكره والتزيين راح يكون عليكم، يعني كل مرة تبدع في الكوزينة تاعها. كيما هكا نستفو كامل الحبات تاع وريدات البطاطا كيما هكا. يعني هذا الطبق تقدري تحطيه لضيافك تاني، راح يحمر لك وجهك. يعني بربع صدر تاع الدجاج راح ديري طبسي تاع عشاء ولا فطور ولا يحمر الوجه. كيما راكم تشوفوا كيف خرج معنا، جا ما شاء الله. هذيك لاصوص ثقيله، الوريدات هذوك تاع البطاطا جاو تاني ما شاء الله. كيما هكا نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، وما تنساوش جيم او كومنتير. يعطيكم الصحه.